طبعا ده ماتش 1-0، ماتش العودة في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا ضد شباب بلوزداد. ايه ده؟ انا كسبان الذهاب 6-1، نص دست، اروح هناك. ايه الاداء ده؟ هو مين يخاف من مين ومين يعمل حساب لمين؟ ايه ده؟ ايه الاداء اللي زي الزفت ده؟ فين اللي فيه اسلوب اللعب بتاع الاهلي؟ وكور ضايعه، وهات مفيش هات وخد، يلا مشي اي حالك وخلاص، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وتحس ان في حاجه غريبه مش مظبوطه، اللي هو الفريق ده مثلا، يعني مش فاهم انا. يعني هو اتحول مثلا؟ ما طبيعي انا كسبانه 6 لازم ينزل ويكشر عن انيابه في وسط ارضه وجمهوره لازم يلعب، وانا لازم العب، بس انا مش خايف. الاهلي ما يبقاش خايف بالطريقه دي. ايه ده؟ وايه الجون اللي دخل منك يا شناوي ده؟ السؤال بس، ايه الجون ده؟ كرة قوية يعني بقياس 15 ريختر مثلا مش قادر تصدها؟ طلعها يا باشا رب ناحية الركنية يا بيه. ايه ده؟ ده انا مش عايز اقول لك لو حارس مبتدأ هيطلعها في حتة، بدل هي الكرة قوية مش قادر تمسكها، مش بترجعها للاعب تاني. ليه كده؟ ما هو كده يعني. ما تخليهاش بقى تهب مننا. اداء زي الزفت، ومستشفى شوبير المفروض كفايه انت بركن بقى كده، خليه يكمل ماتشين ثلاثه كده، نشغل الراجل ده شويه. في ايه؟ ايه اللي انتوا فيه ده؟ وايه يا عم كولر، ما تصحى معانا شويه والصحصح، ايه اللي انت بتعمله؟ ولازمته التغييرات في اخر دقيقتين؟ بتعمل ايه التغييرات دي؟ يعني التغييرات دي اخر الماتش دي بتعمل ايه؟ بتفيدنا بايه؟ يعني انت بتغير دم جديد في الملعب، بنزله اخر 10 دقائق، اخر ربع ساعه، يعمل لي يحدث لي الفارق. لكن انت بتنزلهم اخر ايه اللي هم اخر اربع خمس دقايق، يلا. انت فاكرهم مين؟ انت فاكر نفسك زيدان؟